السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. ومع جولة جديدة من جولات ذا جولدن نايت كلاسيك تورنمنت أو مسابقة جولدن نايت للشطرنج الكلاسيك. الجيم ده جيم جميل جدا مع الأستاذ محمد حسني. هو بيلعب الأشكال اللي بتبدأ ببيدق ملك. الريت بتاعه 1500 الكلاسيك. وبدأ الجيم بتاعه بالاي 4 زي ما حضراتكم هتشوفوا. وفي حاجة لطيفة حصلت في الجيم ده. انا اول ما شفت البيرنج ولقيت الجيم بتاعي قدام شخص كبير في السن، فبحسب ان انا هكسب الجيم ده بسهولة. بس اللي حصل عكس التوقعات، والاستاذ محمد فاجئني وقال لي: يا ابني الدهن في العتاقي، انتوا مش قدنا. زي ما حضراتكم هتشوفوا كده، بدأ E4، بدأت انا C5. استنوا بقى نجيب ايه اللوحة من ناحية الاسود، من ناحيتنا احنا. لعبت له الصقلي C5. افتتاح شارب جدا ضد بيدق ملك. نايت F3. اول ما بشوف النقلة دي تيبيكال بيقول لي انا عاوز العب الصقلي المفتوح وما خليش لك تواجد في الوسط، وما تمنعنيش من الدي 4 بتاعتي. دي 6 ناجدورف. دي 4 ضرب الوسط. سي في دي 4. نايت في دي 4. دلوقتي الكمبيوتر بيقول لك انتشر يا ابني بالنايت بتاعك على الاف 6 او النقلة الوقائية E6. لعبت E6 من النقلات التيبيكال والهامة جدا في الاشكال دي، بتمنع انتشار الفيل والحصان على الوتر ده، والمربع ده بيبقى عليه تحكم وكنترول مننا من النقلة دي. نقلة وقائية جيدة. C5. C5 ايه؟ C3. النقلة هي اللي 5. نايت C6. بيشوب D3. نايت E5. وانا كسرت قواعد الافتتاح اللي انا المفروض اعرفها، ان انا ملعبش قطعة في بداية الافتتاح مرتين. فانا لعبت بشكل سيء، والكمبيوتر حتى بيقول لي بلاندر. بيشوب C2. رجع بالفيل. E6. بيت وقال لي انا تعالى بقى عشان انا عاوز F4 في وشك واطرد الحصان بتيمبو، وعاوز ادمر الوسط على الملك بتاعك، وانت اغفلت اهم قاعدة من قواعد الافتتاح والقواعد الاستراتيجية، هي امان الملك رقم 1. بيشوب E7. عاوز الحق نفسي وبيت. نايت D2. نايت F6. F4. قال لي تعالى بقى. نايت C6. رجعت تاني. طب ما كان من الاول انا حركت لي الحصان. بس الواحد ما بيتعلمش ببلاش. نايت 2 F3. كوين D3. بينتشر بالوزير بتاعه وضاغط ضغط غير مباشر على الوتر ده والمربع ده بالذات. عاوز كشمات في اي لحظة لما يزق البيدق ده. على طول
E5 مفيش دفعات بيدقية عليا. احنا لسه بادئين يا استاذ محمد، انت عاوز تديني الشمال او تاخد قطعة. اكل نايت في C6 C6 F في E5. وفي الشكل ده الابيض معاه تفوق واحد. اكلت كوين في D8. اكلت دي في E5 كوين في D8 روك في D8 نايت في E5. والاستاذ محمد اخد بيها بدون تعويض. عد البيادق هتلاقي 6 بيادق قصد 5. والفيل بتاعي ده ملوش انتشار على المربع ده، والبيدق مطلوب. يعني وضع سيء نتيجة من الدروس المستفادة، نتيجة ان انا تأخير الافتتاح بتاعي وصلت للشكل ده. المفروض بنتشر بالقطع بتاعتي والعب لعب وقائي مادام بالاسود، واحاول اكول الجيم او اوصله للتعادل، وبعد كده احاول اجيب افكار. بس الحمد لله. بيشوب B7 بحمي البيدق بالقطعة بتاعته وبيوصل الرخين ببعض. بيشوب E3 نقلة جيدة. C5 بفتح للفيل بتاعي على الوتر الأبيض. روك E1 بيمسك العمود وبيحمي القطع بتاعته والبيدق والدنيا كلها. بيشوب D6 بطلب الحصان ومسكت الوتر وعاوز الفيلين يبقى مدام اللوحة مفتوحة وانا خسران بيدق، يبقى العب على افكار هجومية، لاني لو وصلت الاند جيم انا هخسر الجيم ده. ضغط هنا، رجع قال لي هات الفيل بتاعك. نايت 4 البيدق، ودي الكمبيوتر بيقول لك دي بلندر. التفوق بتاع الابيض زاد من 1 ل 5 دلوقتي بسبب نايت A5. هات البيشوب بتاعك اللي حامي الفيل ده. هات البيشوب بتاعك اللي حامي النايت ده. بيشوب D5. قال لي هات برضو بيشوب. رجعت قلت له هات حصانك. اكلت وهددت الرخ بتاعته. اكل الفيل وساب لي الرخ وقال لي اللعب بشرخاخ، اللعب لعب اكثريه، وانا كده تفوقت بقطعة عليك، وفي الاند جيم انا هكسبك بفرق البيادق وفرق القطعة. بيشوب في E1 روك في E1 روك A B8 مع فيلين قوية جدا. الوضع بتاعي وضع سيء. حمل البيدق بتاعه مفيش نزول تاني. روك B4 بحاول اعمل هجوم مضاد او كونتر بلاي. 5 روك B5 عمل خطاف للفيل بتاعه وقال لي انا هثبته هنا. لعب لعب قديم بس لعب جيد جدا. A5 حمى وقال لي الفيل ده انساه. احاول اكسر اكبر عدد من البيادق. روك B8 F2 بيسكت العمود المفتوح. روك A8 بيشوف رجع. روك A2 تشيك.
انت خسرت الجيم زي ما حضراتكم شايفين. بحاول طب انا ما جيتش من هنا، وركبت البيدق لان في كش هنا، تشيك ورق وزير، والدور كده كده خرب. رجعت بالرخ، طلب اجباري، قربت بالماء، نزل، والجيم خلص بالشكل ده اللي حضراتكم شايفينه. باللعب غلط بسبب خطأ في الافتتاح، وان انا سبت بيدق فرطت فيه. فاول قاعدة من الدروس المستفادة: العب اللعب الوقائي. ما دام انت بتلعب بالاسود ما تندفعش بالقطع بتاعتك، امن، خد مساحة جيدة، غطي المساحة بالقطع، انتشر وحط قطعك في افضل الاماكن عشان تتفادى المواقف اللي زي دي. وشكرا على المشاهدة الطيبة، ويا رب تكونوا بخير دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.